وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقيتي تعاون الأولى مع تكية معالي، وذلك للمساهمة بتمويل برنامج التكية لمكافحة الفقر الغذائي بمناطق جيوب الفقر بقيمة وصلت إلى 430 ألف دينار أردني. كما وقعت الوزارة الاتفاقية الثانية مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وذلك لتمويل المرحلة السادسة لغاية تنفيذ مشاريع إنتاجية جديدة مع جمعيات تعاونية خاصة بالمتقاعدين العسكريين بقيمة وصلت إلى 682 ألف دينار. الاتفاقية الأولى مع جمعية المتقاعدين العسكريين بقيمة 682 ألف دينار لتمويل المرحلة السادسة لدعم التعاونيات العسكرية لإنشاء مشاريع تنموية في محلياتهم. نعتز بشراكتنا، وهي الشراكة الأولى التي نقوم فيها مع تكية أم علي في نظرا لدورها الفعال في عملية إحداث الحماية الاجتماعية كمظلة وتدخل مكمل لدور الحكومة.